السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الشاطرين، طلاب أولى ثانوي دفعة 2025. أهلا بك يا بطل في التقييم الأسبوعي رقم 6، سادس أسبوع يا بطل، اللي هو الأسبوع اللي بعد امتحان الشهر. يا رب تكون استفدت من مراجعة الشهر بشكل كويس. وتعالى كده النهارده مع بعض نبدأ التقييم الأسبوعي رقم 6، وإن شاء الله مجهز لك حاجات كتيرة جدا جدا جدا. أنت بس ما تنساش تتابعني، والله العظيم هفيدك. خليك معايا كده ويلا بينا نبدأ يا رجالة التقييم الأسبوعي السادس. الراجل هنا بيقول لك إيه؟ أول سؤال يا جماعة في الأداء المنزلي، الراجل بيقول لك لقد أصبح الإنسان، بالراحة كده، لقد أصبح الإنسان وجثته، أصبح الإنسان وجثته مصدرا للأنسجة والمنتجات البشرية، بحيث أصبح من مصلحة الغير أن يكتسب حقوقا على تلك الأنسجة والمنتجات. خلي بالك يا باشا، هو هنا الراجل بيقول لك إن أعضائك دي مش ملك ليك. لو تاخد بالك هنا السؤال عايز يوضح لك ده. تعال نشوف السؤال طالب إيه. السؤال بيقول لك استنتج من العبارة السابقة إحدى القضايا الفلسفية الناجمة عن التقدم في المجال الطبي. طيب تبادل أعضاء، حاجة فيها أعضاء زي ما قلت لك، هل هي موت الدماغ؟ لأ يا عم، هي أصلا موت الدماغ ديت معناها إن الحياة الواعية المدركة الصاحية للإنسان خلاص ما بقاش فيه. يعني هنا العلماء قالوا لك إن الإنسان مش مجرد حياة بيعيش ويتعايش وهو عايش كجسم وأعضاء وكل حاجة، يعني مش 3 أعضاء بس. قال لك لأ، ده في منهج جديد، ده في تعريف جديد، ان هو بيقول لك يا باشا ان هي اصلا اول لما الانسان ده يفقد وعيه خلاص هو كده بالنسبه لي مات. فهنا مش بيتكلم عن الكلام دوت. طب هل هي قيمه الحياه؟ قيمه الحياه بتقول لك ان انا لازم يكون عندي مساواه، لازم الانسان او كل حاجه في الطبيعه عايشه بنفس المساواه وكله ياخد حقوقه كامل. هل هي قيمه الحياه هنا؟ لا يا باشا، هي مش قيمه الحياه ولا يا باشا موت رحيم. انا هنا خلي بالك بتكلم عن حاجه اسمها زراعه الاعضاء. لو تاخد بالك، تعالى كده نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ايه. الراجل هنا بيقول لك ان انتزاع عضو ما، انتزاع عضو تمام من شخص ما، يا باشا انتزاع عضو من شخص ما غير مسموح به باستثناء انتزاع الانسجه للتميز بالتعويض الذاتي. بيقول لك انا انتزعت عضو، خلي بالك ده مش مسموح منه، بس بيكون مسموح في حاله واحده. ايه هي يا عم الحاله الواحده دي؟ قال لك يا عم لما يكون العضو ده قابل للتجديد. تمام، تعال نشوف. الراجل هنا بيقول لك ايه. بيقول لك استخلص مما سبق احدى القضايا الفلسفيه الناجمه عن التقدم في مجال الطب. خلي بالك شخص وشخص، انا عندي شخصين، شخص مانح وشخص مستقبل. شخص مانح سليم بيدي عضو بتاعه زي الكبد مثلا، جزء من الكبد لشخص مصاب، وده بيكون اسمه المستقبل. فانا خلي بالك هنا بتكلم عن زراعة الأعضاء في حالة المتبرع الحي. الإجابة يا جماعة زراعة الأعضاء في حالة المتبرع الحي. تعالى يا باشا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك اعتمد منهجه العلمي، ده الجزء الخاص بالمنطق يا رجالة، اعتمد منهجه العلمي على استخراج القاعدة العامة. خلي بالك يا باشا أنا عندي قاعدة عامة من إيه يا عم؟ من مفردات الوقائع، يعني كده قاعدة عامة جزئي لكلي، والانطلاق من حوادث خاصة إلى حكم يشمل الظواهر المماثلة في جوهرها وظروفها. خلي بالك هو الراجل اللي بنتكلم عن الاستقراء أصلا، بس قال لك أنا عايز أنتقل من حالات جزئية، عايز أوصل لقانون عام. خلي بالك هو الحسن بن الهيثم. هنا يا باشا خلي بالك يدل ما سبق المنهج الاستقرائي التجريبي عند يا باشا هو الحسن بن الهيثم. يا باشا بيكون ما خدتوش، ما اتكلمتش عنه، قلنا ان بيكون عمل جانب سلبي وعمل جانب ايجابي، والكلام ده كان من بدري. طب جابر بن حيان؟ لا يا باشا هو والله مش جابر بن حيان. جابر بن حيان عايز يعمل تكامل، عايز يجمع بين الاثنين. لو تاخد بالك بين الاستقراء وبين الاستنباط. جابر بن الحيان الراجل دوت صاحب اللي هم اطلقوا عليه صاحب التجارب العلميه لو تاخد بالك، واداها اسم التدريبات. فهنا يا جماعه الاجابه هتبقى الحسن ابن الهيثم. السؤال اللي بعده بيقول لك ان اي ملاحظه يمارسها الباحث لابد ان يسبقها توقع نبت في ذهن الباحث. يا باشا اي ملاحظه لازم يكون قبلها توقع، تخمين، تكهن، ترجيح، اي حاجه من الكلام ده كله. خلي بالك من غير ما تكمل انا كده بتكلم
عن فرض علمي، شافك يا اللي قلت والله فرض علمي لو تاخد بالك، قال لك يبرر ما سبق ترتيب خطوات احد المناهج العلميه واستخلاصه. يا عم هنا ايه؟ هنا بكلمك عن الفرض العلمي لو تاخد بالك. السؤال اللي بعد كده التقييم الاسبوعي الاول، ونبدا نشوف الراجل عايز مننا ايه. هنا الراجل بيقول لك ايه بقى؟ من المعضلات الاخلاقيه غير المسبوقه إمكانية أن يتحول الإنسان إلى قطع غيار. بالراحة يا باشا كده، هو بيقول الإنسان هيتحول إلى قطع غيار لإنقاذ شخص آخر. نستخلص مما سبق إحدى القضايا الفلسفية والأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية، وهي، هل هنا يا باشا أنا بتكلم عن موت الدماغ؟ بقول لك عضو، حاجات غير أخلاقية، معضلات أخلاقية، مشكلات أخلاقية غير مسبوقة، الإنسان بيتحول لقطع غيار. خلي بالك لو تاخد بالك أنا بتكلم عن أعضاء، هتبقى هنا يا رجالة الإجابة طبعا زراعة الأعضاء، وأنا وضحت لك الإجابات دي كلها فوق وقلت لك تختار كل واحدة فين بالظبط، في مكانها فين بالظبط. اعتمد منهجه العلمي على الاستقراء ثم الاستنباط. بس يا باشا، هو مين اللي اعتمد على الاستقراء والاستنباط؟ مين اللي جمع بين الاثنين؟ جابر بن حيان ولا الحسن بن الهيثم؟ يا باشا اللي قال الحسن بن الهيثم اقفل ده كده ومع الف سلامه، طير على صنايع، طير على تجاره، خش المطبخ يا باشا. بص ما تجيش عندي هنا تاني. هنا يا باشا خلي بالك الاجابه جابر بن حيان، لسه قايل لك الراجل دوت اللي جمع بين الاستقراء والاستنباط بهدف دراسة الظواهر والوقوف على الحقائق لو تاخد بالك. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. ينكر كارل بوبر أن تبدأ معرفتنا من الملاحظات والتجارب. خلي بالك كلمة ينكر دي، بيقول لك يا باشا ينكر إن الملاحظات بتبدأ إن المعارف بتبدأ من الملاحظات والتجارب، فإن التخمينات تشكل دائما نقطة البدء. التخمين، هو أنا كنت بقول عليه تخمين أصلا؟ كنت بقول عليه أصلا تكهن، كنت بقول عليه أصلا تفسير مؤقت، حاجة مؤقتة يا باشا. أنا بقول على كده خلي بالك على الفرض يا باشا لو تاخد بالك، انا لسه قايل لك الكلام ده من دقيقه واحده، هي مش ملاحظه ولا تجربه. انا فين جربت هنا يا عم؟ انا بقول لك تخمين، ها تخمين لو تاخد بالك يا باشا. تخمين انا لسه في البدايه ما طلعتش نتائج، ما اتحققتش من صحه الفروض، فهي يا باشا مش نتائج، هي الاجابه هتبقى الفرض. السؤال اللي بعد كده الراجل بيقول لك النظر الى الجسم كمورد يتم تجديده، مورد بيتم تجديده واستبداله او حتى تجميع انسجه من مصادر مختلفه بما يثير تساؤل. معلش يا جماعه اسف. مما يثير تساؤل حول مفهوم الكرامه والهويه الانسانيه. استخلص مما سبق احدى القضايا الفلسفيه والاخلاقيه الناجمه عن الثوره البيولوجيه في مجال الطب. بقول لك كرامه، مفهوم كرامه وهويه انسانيه. قلت لك كرامه، هويه انسانيه، مساواه. هل الحياه قدسيه في ذاتها لازم تبقى لكل الناس؟ خلي بالك يا باشا هتبقى قيمه الحياه. هنا الاجابه هتقول له يا عم ان دي قيمه الحياه، والموضوع سهل وبسيط ومعروفه دي. بيقول لك الملاحظة تؤدي إلى الفرضية، ملاحظة بتؤدي إلى فرض، والفرضية تحتاج إلى ما يدعمها، تمام، وهي تسوقنا إلى التجربة التي تحكم على صحة الفرضية فتنفيها إذا خالفت الواقع أو تعدلها إذا احتاجت إلى تعديل، أو تثبتها فتنقلب إلى قانون كلمي. خلي بالك ببدأ من ملاحظة، بلاحظ، وبعدين بعمل فرض، وبعدين بعمل تجربة، وبعدين بطلع قانون. إيه ده؟ بيقول لك استخلص مما سبق أحد المناهج العلمية مبينا طبيعته. خلي بالك هنا أنا بتكلم عن الاستقراء الحديث، الاستقراء الحديث التقليدي. وقال لك ان الاستقراء دي يا جماعه الاجابه، وقال لك ان الاستقراء دوت استقراء خالص، يعني يا باشا ما فيش استنباط بيخش فيه خالص، يعني يا باشا ده منهج تجريبي بصوره كامله، ما فيش استنباط بيخش فيه، لم يلعب به الاستنباط اي دور. وهنا بكلمك عن استقراء تقليدي لو تاخد بالك. انما لو في حاجه بتجمع ما بين الاثنين فده يا باشا استقراء معاصر، استقراء بناحياه.
تمام يا رجالة؟ تعالَ نخش على السؤال اللي بعد كده وده التقييم رقم 2. عملية فقد الإدراك بشكل كلي، بالراحة كده، فقد الإدراك بشكل كلي، قُلت لك هم لمّا جُم اتكلموا عن حاجة اسمها موت الدماغ، قال لك هو فقد الحياة الواعية للإنسان، الإنسان فقد حياته الواعية، فخلي بالك أنت عارف الإجابة من قبل ما أكمل قراءة أهو، بس تعالَ نقرأ. عملية فقد الإدراك بشكل كلي يراها البعض فرصة للاستفادة من أنسجة جسم وأعضاء هذا المريض ونقلها إلى مرضى مصابين بالفشل في هذه الأعضاء. خلي بالك أنت من وحي الكلام كده هو عمال يقول لي أعضاء هو عمال لا خلي بالك هو هناك بيقول لك ممكن تعمل كده في اللحظة دي بس هو بيقول لك عملية فقد الراجل عايز يديك الدرجة أهو يا عم. قال لك يبرهن ما سبق على إحدى القضايا الناجمة عن الثورة البيولوجية في مجال الطب وهي خلي بالك دي كده اسمها موت الدماغ وده كله يا باشا انا موضحه لك والله تختار كل واحده امتى وفين. السؤال اللي بعد كده عمك جابر بن حيان بتقول ايه يا عم جابر؟ يقول جابر بن حيان ان كل نظريه مالها يا عم لا يصح الاخذ بها، كل نظريه لا يصح الاخذ بها، تعال نكمل، لا يصح الاخذ بها الا مع الدليل القاطع، دليل قاطع. تبرر المقوله السابقه اهميه احدى خطوات المنهج جابر بن حيان، باقول لك إن كل نظرية لازم يكون ليها دليل، طيب الدليل ده باتحقق منه باحط فروض؟ يا باشا أنا لسه باجيب فرض باحطه يبقى كده ده دليل؟ لأ يا عم والله يا عم محمد ده مش دليل، طب استنباط النتايج يا عم دليل، أنا باقول لك طلعت في الآخر بنتيجة بتقول لي كذا، لكن أنا لسه باستنبط وأدرب لأ يا عم مش دليل، طب تعديل الفروض يا باشا عدل براحتك بس دي مش دليل، خلي بالك هي التحقق من النتائج الأدق، هنا استنباط النتائج مش دليل يا باشا لكن التحقق الأدق من النتائج خلي بالك دوت هو الدليل فالإجابة رقم ج. يقول عمك كارل بوبر، كارل بوبر بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ان عبقرية الباحث العلمية تجعله يتوصل الى البدء بالفرد، يبدأ بالفرد، تمام يا عم؟ ومن هنا يلجأ إلى الملاحظة ليختبر النتائج، يبدأ بالفرد، خلي بالك اللي كان بيبدأ بالفرد مش بالملاحظة العلمية هو المنهج أو هو الاستقراء المعاصر من غير ما تكمل قراءة فهو الاستقراء المعاصر. تشابه تمثيل لأ، استقراء تجريبي يا عم أنا بقول لك هنا معاصر يعني في تكامل. اخترت معاصر ليه أنا أصلا؟ يا باشا دوت بيجمع بين الاستقراء والاستنباط. طيب ده يا عم استقراء بس، ده يا عم استنباط بس، يا باشا انت ازاي الكلام ده؟ لا انا عايز حاجه تجمع بين الاستقراء والاستنباط لو تاخد بالك. تعال نخش في الجزء اللي بعد كده او في السؤال اللي بعد كده. بيقول لك من اهم الجراحات التي افادت البشريه عمليات نقل الكبد، نقل الكبد لو تاخد بالك، التي يتم اجراءها ضمن ضوابط قانونيه واخلاقيه واضحه. يا باشا نقل هنا زراعه أعضاء لو تاخد بالك، استخلص مما سبق إحدى القضايا الفلسفية والأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية في مجال الطب وهي هي إيه؟ زراعة الأعضاء. هنا خلي بالك متبرع حي، متبرع مانح، بيدي واحد مستقبل، واحد مريض يا باشا في حالة المتبرع الحي. يرى ويليام هويل إن الاكتشافات التي توصلت إليها العلوم الاستقرائية، علوم استقرائية، إيه يا عم؟ إنما يرجع فيها الفضل إلى فاعلية المنهج الفردي، منهج فردي أهو، منهج فردي، منهج علمي معاصر عقب برأيك في ضوء طبيعة المنهج. أنا كده بتكلم يا جماعة عن الاستقراء المعاصر، والاستقراء المعاصر ده يا رجالة بيقول لك هنا عقب برأيك في ضمن طبيعته ده يا باشا بيجمع بين الاستقراء ويجمع بين الاستنباط ليتماشى ليلائم البحث العلمي المعقد لو تاخد بالك هو عمال يعمل كده عشان يتماشى يلائم البحث العلمي المعاصر. تعال نخش يا باشا على التقييم الثالث. الراجل بيقول لك تجربة مخصوصة تلقى بالمريض في دوامة صراع داخلي نتيجة نزع عضو قديم واستبداله بعضو جديد، بنزع عضو واحطه في عضو تاني او في جسم شخص تاني يحدث هزة في كيان الانسان على الرغم من انه يمثل سبب استمرارها على قيد الحياة. يدل مما سبق ما سبق على احدى القضايا الناجمة عن الثورة البيولوجية في الطب وهي بقول لك اعضاء
صراع داخلي، بنزع عضو قديم واحط عضو جديد من شخص تاني، انا عمال اشيل واحط، انا عمال اغير في الانسان لو تاخد بالك. فانت يا باشا انت عارف ان ديت زراعه الاعضاء، والباقي انت عارف طبعا هتختاره امتى. انا لسه قايل لك الكلام ده في اول سؤال ووضحته لك، وده الكلام اللي مشينا عليه في التقييم كله لو تاخد بالك. السؤال اللي بعد كده يقول عمك جابر بن حيان، بتقول ايه يا عم جابر؟ جابر بن حيان بيقول إننا لم نرشد، إننا لم ندل إلا بما شاهدناه ولمسناه. يا سلام على الوزن والقافية يا عم جابر. ها، إننا لم ندل إلا بما شاهدناه ولمسناه في صورة أكيدة وبعد اختبار. يا باشا أنا ما دلتش غير لما أنا شفت، غير لما أنا أدليت. تبرر المقولة السابقة إحدى خطوات منهج جابر بن حيان. هو عمال يشاهد، عمال يدل، بص يا باشا أنا بقول لك أنا لازم أتأكد، لازم ألمس، لازم أشوف. هنا تعديل الفروض يا عم، أنا أعدل مين؟ بقول لك بشوف وبستنتج وبعمل. طلعت نتائج يا عم، لا ده انا في خطوه بعد كده هي التحقق من النتائج. وضع الفروض دي اول خطوه مش هينفع طبعا. يا باشا انا بتحقق، انا استنتجت، انا لمست، انا يا دوبك لسه بطلع النتائج. لا هنا تعالى بقى انا جربت يا عمنا، هنا انا بتحقق من النتائج. السؤال اللي بعد كده يقول عمك ويليام ويقول أن الاستقراء والاستنباط يصعدان ويهبطان، يصعدان ويهبطان في نفس الدرج، في نفس الدرج، في نفس الخطوة، في نفس الموضوع. يصف ما سبق أحد المناهج العلمية وهو المنهج استقراء استنباط طالع نازل موضوع منتهي، الاستقراء المعاصر. وانت خدتها كتير في التقييم ده فانت عرفتها. الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تثير عملية زرع الأعضاء العديد من المشكلات، عديد من المشكلات أو عديد من المشاكل الأخلاقية في حالة المتبرع الحي. عقب رأيك في حدود سطرين. هتقول له إن حالة المتبرع الحي يا باشا إن هنا مش بيقبل، إن أنا لسه قايل لك الكلام ده فوق لو تاخد بالك، إن يا باشا مش بيقبل أو مش الناس ما بتقبلش التبرع إلا بالأعضاء القابلة للتجديد. لو أعضاء غير قابلة للتجديد لا دي ما تنفعش. دي أول نقطة. تاني نقطة خلي بالك بيقول لك إن هنا خلي بالك ده أدى إلى ظهور مشكلات. المشكلات دي ان الانسان يتعرض للاتجار، يتعرض للامتهان زي ما قلت لك في المراجعه. ولو ما شفتش المراجعه ارجع شوفها لان هي مهمه وهتفيدك، والبيوتيكا مهمه وهتفيدك. لو مش هتفيدك في حياتك يا فاشل هتفيدك في المنهج. تمام؟ ذاكر. قلت الكلام ده كله والله في المراجعه وبكل بساطه وقلته باستفاضه. تمام؟ هنا يا باشا بتكلم عن حاله المتبرع الحي. أن طريقة أي علم من العلوم تخضع لطبيعة الموضوع الذي يتناوله. فطريقة العالم الطبيعي لابد أن تكون حسية تجريبية. حسية تجريبية، خلي بالك أنا بتكلم هنا عن الاستقراء الحديث. يا عم محمد مش ده الاستقراء التقليدي بتاعنا؟ أيوة يا باشا. تبدا بقى تتكلم زي ما انا وضحت لك فوق ان ده استقراء بيعتمد على الاستقراء الخالص. يعني يا باشا الاستنباط ما بيخشش فيه خالص لو تاخد لي بالك. وبكده يا رجاله نكون خلصنا التقييم الاسبوعي رقم 6. يا باشا استمر، يا باشا اسعى، يا باشا والله العظيم هتحقق كل اللي نفسك فيه. انت بس مطالب بالسعي، وان للانسان الا ما سعى. فانت يا باشا مش مطالب الا بالسعي. سعيت هتلاقي، ما سعيتش يا باشا مش هتلاقي لو تاخد بالك. انتظرونا في فيديو جاي ان شاء الله في التقييم الجديد وفي مراجعات شهرية كتيرة جدا. والله العظيم بعمل لك مجهود، انت بس ادعمني. احلى لايك، احلى سبسكرايب، روق عليا كده زي ما انا بروق عليك وافهمك المنهج بتاعك. تمام يا رجاله، والسلام عليكم.